السلام عليكم اخواتي المغربيات اخوتي المغاربه، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من برنامج صحافه الشعب. في البدايه ديال هذا الفيديو غادي نوضحوا واحد المجموعه من المغالطات واللي وقعت في قضيه البوليسي هشام بورزة، وبدايه بالبزنازه اللي كانوا معتقلين بخصوص ملف البوليسي هشام. فاللي خاصكم تعرفوا هاد الاطراف كاملين راهم باقيين مشدودين في سجن العكاشه، وهنا كنقصدوا البزنازه وتجار المخدرات واللي كانت صادره في حقهم مذكرات بحث وطنيه، بمعنى كانوا روشيرش، وهادشي بناء على مصادر مرجعيه واللي كانت صادره في حق هاد البزنازه، وكاين فيهم اللي صادره في حقه العشرات ديال مذكرات البحث من طرف النيابه العامه، وصلت لحتى ل 90 مذكره بحث وطنيه. بالاضافه كاين منهم اللي عنده المتابعه ديال ترويج الممنوعات واللي العقوبه ديالها اكبر بالمقارنه مع الناس اللي مشدودين اللي متابعينهم في وصول تجاره الممنوعات. زائد فان هاد الناس كاملين اللي موقوفين على خلفيه هاد القضيه فهما تقدموا عند وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بعين السبع وتابعوا في حاله اعتقال، وكاين فيهم اللي اعترف في المحاضر وكاين فيهم اللي نكر واستنكر وزاد في نكرانه، ولكن بحكم السوابق اللي عند هاد التجار ديال المخدرات فهم واخا كينكروا كيتابعهم وكيل الملك في حاله اعتقال. واللي خاصكم تعرفوا فكاين البعض منهم اللي كيكونوا اذكياء في الاعتراف، ما كيعترفوش بكل شيء. مثلا كاين فيهم اللي كيعترف باللي راه كيبيع الحشيش وفي نفس الوقت كينكر باللي راه كيبيع القرقوبي ولا البيضه، والسبب باش ما يغرقش راسو في الحبس، وخصوصا المعتقلين اللي ما شدوش عندهم المحجوز. وبمعنى اخر فهم كيحاولوا يلعبوا على عقوبه مخففه ما بين سنه حتى لسنتين او حتى ل3 سنوات. ودابا نرجعوا للملف اللي كيهمنا واللي كيتعلق بالبوليسي هشام بورزة. فهاد البزنازه اللي مشدودين على خلفيه هاد القضيه، ومن خلال التحقيقات فملي كيجبدوا لهم الاسم ديال البوليسي فهم كيقولوا باللي ما عندهم حتى شي علاقه بوفاه الشرطي، والبعض من البزنازه اعترفوا بانه كانوا كيعرفوه وبحكم انه شرطي ديال المرور، ولكن ما عندهم حتى شي علاقه معاه. وفي المقابل الاجهزه الامنيه كطرح عليهم بزاف ديال الاسئله واللي في الاساس ديالها كتعلق بالبلاصه اللي كانوا فيها هاد الموقوفين نهار الجريمه، وخصوصا النهار اللي تحرقات فيه الطوموبيل ديال البوليسي. وهنا المتهمين فهم كيجاوبوا وكيدافعوا على ريوسهم وكيقولوا ها فين كنا وها فين جينا وها فين مشينا. وفي هذه النقطه كيمشيو الاجهزه الامنيه كيبحثوا على صحه التصريحات ديال المشتبه فيهم، وكيف ما كنقولوا فهما كيتبعوا الكذاب حتى لباب الدار، وملي كيمشيو كيسولوا كيلقاو بان التصريحات صحيحه، خصوصا ما كاينش شي ادله اللي تقدر تورط هاد الاشخاص. وهنا كيدار لهم جوج ديال المحاضر. المحضر الاول ديال التجاره في المخدرات واللي هما في الاصل عندهم مذكرات بحث وطنيه في حقهم، والمحضر الثاني كيتعلق بالعلاقه ديالهم بجريمه البوليسي هشام بورزة. زائد محاضر اخرى كتعلق بالاطراف اللي كيتجبدوا في المحاضر من طرف هاد البزنازه. اذا كيف ما سمعتوا معايا فهذا هو العمل ديال الاجهزه الامنيه، فهما كيبقاو يبحثوا حتى يلقاو شي خيط رفيع واللي يقدر يوصلهم لشي نتيجه. وهنا بالضبط غادي تحط الفرضيه ديال القتله المأجورين، وبمعنى ان هاد البزنازه اللي راهم مشدودين ربما تكون عندهم شي علاقه بالجريمه، ولكن فماشي هما اللي نفذوا الجريمه. فهاد الشيء ما كيعنيش على انهم خداو البراءه في هاد القضيه او انهم ما داخلينش في دائره الشبهات، فالحجه راه كاينه في يديهم. الاسئله ديال البوليس كيجاوبوا عليها، زائد البلايص اللي كانوا فيها لا علاقه لهم بالبلاصه اللي وقعت فيها الجريمه، ولكن هاد البزنازه يقدروا يعطيو الامر لشي بلانطوات او الكلاب ديالهم، وهذا الشيء بطبيعه الحال بمقابل مادي باش ينفذوا الجريمه. اذا فشكون اللي غادي يكشف هاد الخيوط؟ الجواب هو هادوك القتله المأجورين. فلو تم الاعتقال ديالهم زائد يديروا معاهم واحد التحقيق معمق، فهنا غادي يعترفوا بالطرف اللي صيفطهم واللي عطاهم الاوامر باش ينفذوا هاد الجريمه. زائد فالاجهزه الامنيه باش تكون عندهم الادله والاثباتات والقرائن من اجل ادانه واحد الطرف فخص لابد تكون عندهم ادله ماديه ديال هاد الجريمه، وهنا كيتعلق بالاسلحه اللي ترتكبت بها الجريمه، بالاضافه لجوج طوموبيلات اللي استعملوهم في هاد الجريمه، وبلا ما نساو السلاح الوظيفي ديال البوليسي هشام بورزة واللي باقي ما تلقاش لحد الساعه. وبالتالي فالمصالح الامنيه كتخدم على فرضيات بناء على الابحاث اللي كيديروها، زائد الادله اللي بين يديهم، بالاضافه للاستعانه بالخبره التقنيه والعلميه. وهنا كنتكلموا على الادله الماديه اللي لقاوها في مسارح الجريمه. زائد فالفرضيات في هذا الملف فهي كثيره، وهذا هو السبب اللي مطول التحقيق. فكيف ما سبق لي قلت لكم هما اشتغلوا حتى على الاقارب والاصدقاء وحتى الزوجه ديال البوليسي. ودابا نعطيكم مثال على طريقه العمل. فعلى سبيل المثال كيمشيو يسولوا الجيران على العلاقه ما بين الهالك وما بين الزوجه ديالو، زائد كيسولوا
يشوفوا له واش كانت بيناتهم شي خلافات، ونفس الشيء مع الاخ ومع الاب ومع الام. وديك الساعه الى لاحظوا باللي كاينين شي معطيات مثيره للجدل وكتحوم عليها شكوك، فكيمشيو كيديروا البحث ديالهم وكيستمعوا لجميع الاطراف اللي ممكن انها تكون عندها شي علاقه في هذيك النقطه البسيطه واللي تقدر تفك لهم اللغز. اذا فهما كيشكوا في اي واحد، وهذا الشيء بحكم التجربه وبحكم الملفات اللي كدوز قدامهم يوميا ديال الجرائم. فبزاف ديال المرات كيكون المجرم كيدور غير بين جنابك ولكن انت ما كديهاش فيه، والسبب هو انك ما كتكونش كتشك فيه، وديك الساعه كتبقى تدور في واحد الحلقه فارغه. بالاضافه واحد المعلومه اللي كانت انتشرت واللي كتقول بان البوليسي تعرض للاغتصاب وبان الخبره اثبتت هذا الجرم، وهذه كانت مجرد اشاعه ولا اساس لها من الصحه. ودابا غادي ندوزو للموضوع الثاني واللي كيتعلق بمحاكمه الدركيين واللي اغتنوا من وراء التهريب، وخصوصا ملي واجهتهم المحكمه بالتسجيلات مع واحد البارون جزائري واللي كان تم الايقاف ديالو مع عشيقته بالقنيطره. وهنا كنتكلموا على 13 دركي واللي كينتميوا لمركز الدرك بالقصر الصغير. كما ان غرفه الجنايات بمحكمه الاستئناف بالرباط فهي قامت بالحجز على الارصده البنكيه ديال هاد 13 دركي واللي كانوا فيهم مبالغ ماليه مهمه، زائد حجزوا لهم على الممتلكات ديالهم وعلى الطوموبيلات ديالهم واللي كترجع للملكيه ديالهم واللي تحصلوا عليها من عمليات التهريب الدولي للمخدرات. بالاضافه فهيئه المحكمه غادي تحاصر المتهمين بالقرائن والادله واللي كشفتها ابحاث الفرقه الوطنيه واللي تابعه للدرك الملكي ومن خلال التحقيق التمهيدي، كما ان التحريات التفصيليه واللي خضعوا لها المتهمون واللي كانوا كيشتغلوا بالمركز اللي فيه الميناء العسكري بالقصر الصغير. اذا فهاد الدركيين كانوا كياخذوا الرشوه وكيتواطئوا مع البارونات بما فيهم بزنازه جزائريون، والهدف من هذا الشيء هو التهريب الدولي للمخدرات. وهنا كنتكلموا على الاطنان ديال المخدرات. بالاضافه كانوا كيساعدوا هاد البارونات في نقل هاد المخدرات عبر المعدات والناقلات ديال الدرك الملكي. ايه كيف كتسمعوا، عبر المعدات والناقلات ديال الدرك الملكي، يعني كيساعدوهم بالوسائل التنقليه ديال الدرك الملكي. وهذا الشيء رصدته الكاميرات ديال المراقبه، زائد المحققين لقاو مجموعه من الادله في الهواتف ديال المتهمين واللي كتاكد المساهمه ديالهم التهريب الدولي ديال المخدرات. والخطير في الامر ان هذه الاعمال الاجراميه فهي كانت باعاز من الرئيس ديالهم. كما ان المحكمه دارت واحد المواجهه ما بين البارونات وما بين هاد الدركيين واللي كيشتغلوا بالمركز ديال القصر الصغير، زائد فان المحققين ملي داروا واحد التتبع ديال هاد العصابه الاجراميه اللي فيها 13 دركي زائد البارونات ديال المخدرات مغاربه وجزائريين، فهما غادي يتوصلوا لمتهمين اخرين واللي فيهم 5 ديال الدركيين كيشتغلوا بالناظور، زائد النائب وكيل الملك واللي كان كيشتغل بالمحكمه الابتدائيه بخنيفره، بالاضافه الى اعتقال بارون كبير واللي كاين حاضر من مدينه خنيفره وكيسكن في مدينه الناظور. والاخطر من هادشي هو من بعد التحقيقات تبين بان هذا البارون جزائري واللي تم الايقاف ديالو بمدينه القنيطره ومع العشيقه ديالو، وهذا هو الزعيم ديال هذه العصابه. فهاد البزناز الجزائري واللي هو من مواليد 1983 واللي تمكن على انه يدخل المغرب ويستقر بمدينه دار البيضاء، ومنذ 5 سنوات وقبل ما غادي يطيح في يد عناصر الفرقه الوطنيه واللي تابعه للدرك الملكي وفي احدى الشقق الشاطئيه بالقنيطره. ومن بعد غادي يتبين التحريات باللي عنده علاقات مشبوهه مع نائب وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بخنيفره، زائد انه كان كيدير الوساطه مع بارونات مغاربه. اذا فهذه اخوتي المغاربه فضيحه بكل المقاييس واللي مسات الجسم ديال الدرك الملكي، ولكن هذا الشيء راه خاصو يتعمم وتكون واحد المراقبه صارمه لهاد الاجهزه الامنيه. ودابا غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. تهلاو، انا مشيت.